الطفله دي اول ما بتقوم بتلاقي انها عملت حمام على نفسها وهي نايمه، وبتعمل نفسها نايمه عشان لو مرات ابوها عرفت انها عملت حمام على نفسها تضربها، ومرات ابوها بتفضل تندى عليها عشان تاكل معاهم، بس الطفله ما بترضاش ترد عليها من الخوف، فبتروح لها مرات ابوها واول ما بتشد الغطا من عليها بتلاقي ان هي عملت حمام على نفسها من تاني، وبتقول انا حذرتك كذا مره وانت برضه ما فيش فايده، وبتطلع الحزام وبتفضل تضرب فيها، وبتطلع عشان بعد كده تعمل حمام على نفسها، وبتخليها كمان تغسل البيت كله وهي ما بتعملش حاجه في البيت، وبتستغل ده كله عشان جوزها مسافر بره البلد ومش موجود. وفي يوم الطفله وهي بتاكل بطنها بتوجعها جدا، فبتروح على الصيدليه عشان تدي اي حاجه عشان تهدى شويه، بس لما بتروح هناك بتكتشف انها مش معاها فلوس خالص، واول ما بترجع البيت بتلاقي مرات ابوها عايزه تضربها عشان سابت شغل البيت وخرجت، والطفله بتخاف وبتطلع تجري، ومرات ابوها بتطلع تجري وراها فبتركب عربيه واحده وبتقول لها امشي بسرعه، والبنت بتخاف عليها وبتمشي بالعربيه، وبتلاقي ان في ناس عمالين يجوا وراها وهي سايقه بتسالها في ايه، وبتقول ان مرات ابويا قاسيه جدا عليا ودايما بتضربني، وبتصعب عليها جدا وبتاخدها على بيتها وبتقرر هي تربيها وتهتم بيها، بس هما بياكلوا الوجع في بطنها بيزيد جدا لدرجه ان الطفله بيغمى عليها، وبعد ما بتروح المستشفى بيطلع انها عندها جرثومه المعده.